كل البروتينات بتفرد، لكن مش اي بروتين بيعالج. البروتين اللي معانا النهارده مش مجرد بروتين فرد وخلاص، ده بروتين كافيار. والكافيار يعني فرد، ترطيب، نعومه، لمعان، وكمان علاج للشعر التالف. 5 مميزات موجوده معانا في موضوع الريفيو بتاعنا النهارده. بروتين كافيار جولد ماده محترمه جدا كويسه، انا شخصيا اشتغلت بيها، واللي متابع فيديوهاتي بيلاقينا كده ما بنعملش اي ريفيو عن اي منتج غير بعد ما اكون انا بالفعل اختبرت المنتج ده واقتنعت بيه شخصيا. البروتين ده اقنعني فعلا شخصيا واشتغلت بيه تجربه عمليه، وان شاء الله في اخر الفيديو هسيب لحضراتكم ريفيوهات متجمعه لكذا حد اشتغل بالمنتج ده، نتيجه قبل وبعد. من اهم المميزات في المنتج بتاعنا النهارده بروتين كافيار جولد هي الزيوت الطبيعيه اللي بيحتوي عليها، زي مثلا زيت الارجان، زيت الامازون، زيت جوز الهند. والزيوت دي بتدي تطريه للشعر رهيبه جدا. بتلاقي حضرتك البروتين بعد ما بتخلص النتيجه بتاعته بتلاقي الشعر فيه طراوه وفيه نعومه وفيه لمعه غير عاديه. مش اي بروتين بيدي لمعه للشعر، معظم البروتينات بتنشف الشعرايه شويه، ومعظمها او 99% منها بيفتح لون الشعر درجتين او 3 زياده. ده لو فتح معاك لون الشعر هيبقى لانك عملت بروتين قبل كده. لو عملتي بروتين سابق طبيعي لما هستخدم اي بروتين تاني هيفتح معايا الشعر، ولكن مش بدرجتين ولا 3، هيبقى على الاقل بدرجه واحده. ولو حضرتك ما عملتيش بروتين خالص قبل كده باذن الله مش هيفتح لون شعرك نهائي، ولا درجه ولا حتى درجه ونص. من اهم المميزات في بروتين كافيار انه امن جدا في الاستخدام للحوامل. يعني لو حضرتك حامل ينفع تعملي بروتين. في بروتينات ما ينفعش الحوامل يعملوها، وانا شخصيا بقول ان اي بروتين لازم نستشير الطبيب. ينفع اعمل بروتين اثناء الحمل ولا لا؟ لان طبعا هو الادرى وهو الاهل للثقه، لكن انا بقول لك عن ثقه الزيوت اللي موجوده في البروتين بتخليه امن جدا على الحوامل. وكمان ينفع نستخدمه للاطفال، بس اطفال مش اقل من 10 سنين. رايي الشخصي ان ما ينفعش اعمل شعر طفل او طفله اقل من 10 سنين، ده لان بيبقى لسه الشعر نفسه في مرحله النضج وفي مرحله التغيير، بيبقى قابل انه يتقل وقابل ان فتلته بتتغير. لكن لما هكبسه ببروتين ايا كان نوع البروتين او المكوى اللي هستخدمها هتضر معايا الشعر وهتأثر على نموه الطبيعي بعد كده. فخلينا نصحين كده، ويبقى البروتين للطفل او للطفله مش قبل سن 10 سنين. الميزه كمان اللي فيه ان الدخان بتاعه قليل جدا، يكاد يكون منعدم. كلنا عارفين كمحترفين او بروفيشنال ان انت في اثناء مرحله الكبس بالمكوى بتلاقي ساعات الدخان بيبقى مالي المكان بطريقه رهيبه. هنا الزيوت المعالجه اللي موجوده في البروتين نفسه بتخلي الشعر يدخن، ولكن دخنه بسيطه، اللي هي نتيجه تفاعل المكوى نفسها او درجه الحراره بتاعتها مع الزيوت الموجوده في ماده البروتين اللي احنا بنتكلم عليه. موجود طبعا عندنا في سنتر مجنون حلاقه بسعر خاص جدا، وعليه ان شاء الله خصم لفتره محدوده، والطلب هيبقى عن طريق العنوان بتاعنا او رقم الواتساب اللي هسيبه لحضراتكم تحت اسفل الفيديو. دلوقتي اسيب حضراتكم بقى مع نتيجه لناس بروفيشنال اشتغلوا بالبروتين بتاعنا ده، وهتشوف النتيجه قبل وبعد ايه. تحياتي لحضراتكم، ويا رب يكون الريفيو خفيف عليكم. سلام.